ازيكم يا اصحابي، اخباركم ايه؟ انا النهارده جاي عشان احكي لكم قصة جميلة. قصة بصراحة كده عجبتني فقلت لازم تسمعوها. عارفين قصة ايه؟ تعالوا معايا عشان تعرفوا القصة. كان في واحد سجة. السجة ده كلنا عارفين ان السجة هو الراجل اللي بيملى مية من اماكن بعيدة ويوديها لحد البيوت. السكة ده كان كل مرة بيملى جدرتين، والجدرتين عشان يقدر يشيلهم كان بيربطهم بعصاية، يحط جدرة من على اليمين وجدرة من على الشمال، ويشيل العصاية من النص على رقبته كده أو على ظهره، ويمشي بيها لحد ما يوصل للبيت اللي بيودي فيه المية. الراجل ده كان معاه جدرتين، واحدة مشروخة فبتسرب مية منه، وواحدة تاني سليمة. كان كل مرة يملى الجدرتين ويمشي بيهم عشان يروح يفضي في بيت سيده اللي موديله المية، يوديهم بدل ما يوديهم جدرتين يوديهم جدرة ونص. فقعدت الجدرة السليمة تعاير الجدرة المشروخة وتقول لها انتي على طول بتودي المية بتاعتك مش كاملة، لكن انا بودي المية كاملة، لكن انت ضعيفة، انت مش كاملة. وقعدت تعاير فيها ومش قادرة تحافظ على المية اللي معاكي. ويا عين الجدرة المشروخة صعب عليها الكلام، وقعدت حزينة وقالت فعلا السجة بيشيل المية وبيتعب، وفي الاخر انا بضيعله المية دي. فقررت انها تروح تعتذر للسجة، وفعلا راحت للسجة وهي حزينة وتقول له انا بعتذر لك اني بضيع المية، انا فعلا عندي شعور بالنقص، وانا فعلا عارفة نفسي ان انا ضعيفة وعندي مشاكل بتوصلني ان انا ما اوصلش المية لمكانها السليم. الراجل السكة حس ان هي كده مكسورة وحزينة، فحب يجبر بخاطرها. قال لها لا، انت برضو ليك دور ودورك فعال ونافع. تعالي وانتي معايا وشايلة المية، ببص تحتيكي شوفي هتلاقي زهور حلوة طالعة بتطلع ريحة جميلة. فعلا اليوم التاني السجة وهو ماشي بيهم بتبص الجدرة المكسورة أو المشروخة، لقيت فعلا هي ماشية تحتيها في طريق في ورد جميل من أول البير لحد بيت الراجل اللي بيودوله المية. لكن بتبص ناحية الجرة السليمة، لقيت إن هي أرضها مفيهاش ولا زهور ولا حاجات حلوة زي عندها. فعلا فرحت واتبسطت وياه، وحست إن هي لها دور. لكن بعد ما وصلوا حست إن هي فعلا عندها نقص ومش بتدي المية كاملة للراجل. فراحت تعتذر له تاني. راح هو قالها شفت الطريق حلوة جميلة ازاي اللي انتي بتعدي عليها، لكن الجرة السليمة طريقها ناشفة، طريقها صحراوية، لكن انت مطلع ورود، وانا من البداية خالص شفت العيب اللي فيكي ورحت حبيت اجمل العيب ده، وفعلا جبت البذور بتاع الزهور وزرعتها في الطريق بتاعتك، ولولا المية اللي بتنزل منك ما كانتش طلعت الزهور دي وادتنا الورد الجميل ده اللي انا باخده وبزين بيه بيت سيدي اللي هما بيودوله المية ده. وفعلا اتبسطت الجدرة المشروخة وحست ان هي ليها دور وان هي بتعمل حاجة جميلة.
عشان كده يا صحابي كل واحد فينا عنده شروخ في حياته ونقص معين في حياته، لكن لما بنحط نقصنا وشروخ حياتنا قدام ربنا بيحول النقص ده إلى حاجة مفيدة ونافعة، زي الجدرة لما السج حول شروخها إلى حاجة مفيدة ونافعة. ففي اقتصاد ربنا مفيش حاجة بتضيع، إن كان اقتصاد العالم والدول ممكن يحصل فيه تدهور، لكن اقتصاد ربنا بيحول التدهور إلى نمو والضعف إلى قوة والفشل إلى نجاح، زي ما شفنا مع السجة والجذرة المشروخة.